السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. تبدأ أحداث قصتنا لليوم الغريبة والعجيبة، واللي راح تستغربون من شدة غرابتها. تبدأ بعام 2003 وبالتحديد من الدولة العراقية. مثل ما تعرفون يا أخوان، بالشهر الخامس عام 2003 حصل الغزو على الدولة العراقية، واللي بوقتها يعني احتلتها أمريكا. بهذاك الوقت كان بيه رجال يقولوا له أبو محمد. وهذا أبو محمد يا أخوان أحد العوائل اللي ساكنة يعني بهالعراق، وبالتحديد يعني حول الفلوجة والرمادي وهالمناطق اللي صار بيها يعني الاشتباك ومعارك طاحنة بين المجاهدين وقوات الاحتلال الأمريكية. وكان هذا أبو محمد يبلغ من العمر هذاك الوقت ما يقارب يعني 42 عام. وكان عنده خلفته من رب العالمين من طي ولاد اثنين اللي هم ابن محمد وبنته رقية. ابن محمد كان يبلغ من العمر 23 عام، وبنته رقية كانت تبلغ من العمر 21 عام. فوقت صارت هالأحداث يا أخوان حولهم يعني وهالضرب اشتغل، ما قدر يتحمل حاله هذا محمد، وراح وصار ويا المجاهدين. ولكن يا سبحان الله بإذن واحد أحد يتوفى هذا محمد. وهنا مثل ما قلنا لكم يعني ولده الوحيد مثل ما نقول هذا أبو محمد توفى مع المجاهدين. وهنا شقد حزن عليه على فراقه، وشقد والدته أم محمد لطت على حالها يعني أو زعلت، ولكن ترجع تقول الحمد لله انه مات شهيد، وان شاء الله نلاقيه قدامنا بجنان الخلد. وهنا بعد ما دفنه يعني وما بي بهذاك الوقت يعني ما حدا داير انه يسوي له عزاء او يجون يعزون او كذا، لان بشكل يومي كانوا يموتون المجاهدين. فهين يا اخوان قرر هذا الرجال ابو محمد العراقي انه يعيف العراق كلياتها، لأنه هو رجال كبير وما راح يقدر يعني يشيل هالكلاشنكوف يواجه هذا جيش الاحتلال. ولكن قال أنا بدي أطلع من العراق كلياته. وبالفعل كان بي عنده شوية فلوس لمها من هاللي لو عليهم دين أو كذا، وهالفلوس اللي عنده وكانت هو تجارته يعني تجارة الحلال وبيع الغنم وشرايتها. وبهذاك الوقت يعني مثل ما نقول وزع نص هاي الغنم، وزعها على المجاهدين يعني مشان ياكلون ويشربون، يعني قدم مساعدة مثل ما نقول. وهنا شال عيلته اللي تتكون من 3 أفراد، هو أبو محمد وبنته رقية وزوجته أم محمد. وللعلم يا أخوان زوجته أم محمد يعني أنه بتعاني من أمراض، وجتها هاي الصدمة وقت توفى ابنها محمد عليه رحمة الله. وبالفعل يشيلون حالهم وينزلون باتجاه سوريا. وكان له يعني أصدقاء بسوريا أولي، بما أنه كان يشتغل بتجارة الغنم. وما ننسى يا أخوان أنه هذا أبو محمد كان من أكبر تجار الغنم أو تاجر معروف بتجارة الغنم بالعراق. فهنا وقت نزل على سوريا قالوا له ننصحك يعني إذا تدور مثلا أنه نفس شغلك والحلال وكذا، هالناس نصحته قالوا له ننصحك تروح على مدينة حلب السورية. وبالفعل يا أخوان وقت طلع من الحدود وتوجه باتجاه مدينة حلب، وراح وقعد بمنطقة اسمها جبرين. وهي بلدة تكون تبعد عن الحلب يعني عن البلد حلب ما يقارب يعني 15 كيلو متر، يعني على أطراف مدينة حلب. وهي مدينة جبرين أو بلدة جبرين يا أخوان بيها أكبر سوق غنم بحلب كلياتها. يعني حلب كلياتها بيها أكثر من سوق غنم، مثلا بالمصلخ بالنغيرين كذا، ولكن أكبر تجمع للغنم يكون به سوق غنم موجود بجبرين، واسمه سوق جبرين الكبير للغنم، للي عم يسمع قصتنا ويعرف يعني وين هاي المناطق. وبالفعل يا أخوان راح على قرية جبرين أو بلدة جبرين، واستأجر له هالبيت. وهالبيت يعني هناك بشكل عام ويشتغلون بالحلال يعني والغنم، يعني بيوتهم صايرة طابق أول ومن جوا خان مشان الحلال إذا الواحد يشتغل بالحلال. وبالفعل هنا صار ينزل هذا الرجال أبو محمد على السوق. هو تاجر يعني مثل ما نقول ويعرف بالغنم، ولكن أول شي يريد يشوف شلون حركة السوق، شلون البيع، شلون الشراء. يعني يجوز تختلف عن العراق أو كذا.
وبالفعل صار هنا ينزل على السوق ويتلقط له 5 روس من هين 10 روس من هين، يشتريهن ثاني يوم ثالث يوم يبيعهن، أموره طيبة وأموره بالصلاة على النبي. وهنا صار له شهرين، وبالتحديد احنا الحين بالشهر السابع أو الثامن بعام 2003. وهنا بعد ما استغار يعني أموره مشى حالها وشاف السوق يعني شلون روتينه وكذا والبيع والشراء بيه، قرر انه يشتري له شرية كويسة وشرية كبيرة. وبالفعل راح واشترى 150 راس من الحلال. وهين صار له ما يقارب يعني الشهر، اكثر من شهر بقرية جبرين يعني، وقام يعرف البيع والشراء بهالمدينة شلون ماشي. وبالفعل جاب هال 150 راس على البيت، ولكن قال لزوجته لأم محمد والبنت رغية، قال إن هذنا المية وخمسين راس يعني ما راح نبيعهن مباشر، راح عيفن عندي هين شهر، منها إن شاء الله يغلى السوق، وثاني شغلة نكسب منهن من وراهن الجبن، نسوي من وراهن مون الجبن، ونسوي اللبن ونسوي الحليب ونسوي السمن العربي، وبعدها نبيعهن. وبالفعل قالت له تبشر يا يابا ولا تاكل هم يعني هنعجات وأني أتكفل بيهن. يقول بالفعل صرت أظل يعني أنزل أحط لهم دور هالعلف، الله يعز السامعين، وأنزل أكرس من جواهن أشيل هالزبل وكذا وأحلبهن، وطالع يعني وأسوي جبن وأسوي سمن عربي وخض يعني ومشتغل بيهن. والدتي كانت أوقات تساعدني، ولكن ما أريدها تشتغل ولا تعمل نهائيا، لأني حرمة كبيرة بالعمر وما راح تقدر يعني تعمل على السوا، أو بده يكون هذا الشي تعب عليها. يقول بالفعل هنا شهر ونص يعني ما خلصناهن، شهر ونص تقريبا، ألا هلكني هلاك. وهنا صار والدي يعني يلاحظ الوهن والتعب علي، وشلون يعني عم انام طب من المغرب بعد ما حلب هنعجات واسوي هالجبن يعني اجهزه مشان ثاني نهار يطلع جبن خالص يعني. وبالفعل هنا قال لي يا بنيتي خلص اني نويت اني ابيعهن ان شاء الله باكر. يقول بالفعل هنا سرنا عليهن هالليلة، حطيناه هالعلف وهالمية وشربن. هيجي كان المتعارف عليه يعني، خاف انه مثلا بده يبيعهن هو مثلا بسوق الغنم، وبدهن ينشحنن على غير منطقة مثلا حمص الشام كذا، أو خارج الدولة السورية، فيكونن يعني مشتات وشربانات، مو قصدهم إنه هم تيثقلون بيهن أو تبينن أسمن، لا، ما كان يغش هذا الرجال أبو محمد نهائيا. وبالفعل ثاني يوم من الصبح حول الساعة 7 كرشم هالغنم مين؟ أبو محمد وبنته رغية. طبعا بنته رغية ما كانت تروح معاه على سوق الغنم، ولكن بما إنه هاي كمية كبيرة ومية وخمسين راس يعني بده يعدي من حرف الطريق، احتمال إنه يطلعن على الطريق أو سيارة تصيبهن، فقالها يا بنيتي والله يعني على أول إنك تجين معاي مشان أوصلهن لهالسوق، وليه وصلت السوق أنت ترجعين لي ورا. قلت له أبشر يا يابا. وبالفعل مشيت أنا وياه، هو ماشي بأول الغنم وأني ماشي بنصهن تاليهن، هو ملاحقهن من هين ومن هين، وما أخلي يعني يطلعن عنا الطريق أو يطلعن عنا السرب مثل ما نقول. وإذ بهالسيارة طبعا احنا بيتنا ما كان يبعد عن سوق الغنم ما يقارب يعني ال1 كيلومتر. يقول وإذ هالسيارة تعدي من بحرفي وهدت شوي، ونزل باللور رد مشى باتجاه والدي. يقول أنا هين شديت حالي شوي وصرت نواة والدي. يقول هين نزل باللور هذا الشاب وسلم على والدي، وشلونك يا ابو محمد شلون صحتك؟ يقول قال له والله الحمد لله بخير، شلونك يا معتز شلون امورك احوالك؟ يقول أنا هين وقفت وصرت اناظر على هذا الشاب وعلى هالسيارة الحديثة، ما شاء الله عليهم. وأذ هنا والدي يقول لي خلص يا بنتي يا رقية انت ارجعي باتجاه البيت، والحين يعني معتز يصف السيارة وينزل يساعدني مو هيك يا معتز؟ قال له ابشر ابشر يا عمي. وبالفعل طفى السيارة بمطرحها وفتح الباب ونزل. تقول لي وقت فتح الباب ونزل وارتاح من قدام هالسيارة وناظر علي هذيك النظرة، يقول أنا تبسمرت بأرضي وبطلت أعرف إيش بدي أسوي. وأذ هنا والدي يقول لي يا رقية مو قلت ليش روحي على البيت؟ قلت له تامر تامر يا يابا. وبالفعل درت ظهري ورحت في اتجاه البيت، ولكن اللي صار يحصل معاي شي غريب عجيب، وبطلت أعرف شنو هذا الشي الغريب اللي صار بداخلي، يعني مثل خواشيق وتدق ببعض، يعني ما لقت لي أخت رقية إلا هالمثل تضرب لي إياه. تقول درت ظهري ورحت باتجاه البيت. وقت وصلت البيت وقعدت وقمت يعني أظبط أمور البيت وهندز بيه،
وانظف يعني واحوس واسوي واجهز العشاء او الغداء مثل ما نقول. لاني شام بالعادة يجي والدي حول الساعة 1:30 2 الظهر، لاني شواق الغنم او الحلال بشكل عام بسوريا او يمكن بسائر الدول يسكر بكير، يعني لحمة هالشوبة خلص الناس كل مين يروح باتجاه بيته. يقول بالفعل هنا قعدت وقمت اقعور هالكوسة واسوي له هالمحشي لوالدي. وقبل يومين يعني مات عنا من هالغنمة جبناها، مات عنا خروف، يعني عم اقصب منها الخروف وهالحميس وحط بقلبها المحشي. وبي هاي اشلي يسمونها شيخ المحشي، هاي تكون يعني الحما ويا الكوسة. طبعا كل التفاصيل هاي اللي اقولكم اياها ليها لزمة معانا بالقصة يا اخوان. يقول هنا اجا والدي حول الساعة 2 وقال الحمد لله انه انجبرن معاي شيلة واحدة وانه ما بعت منها انقسم ورجعت قسم على البيت. يقول قلنا له زين وان شاء الله ربحت فيهن. قال لي ايش اكتم والله ربحت فيهن وخوش مربح، واللي ساعدني يعني بهالبيعة هذا الشاب معتز. يقول هنا وقت قام يقول معتز فتحت ذاني على السوا وقلت له مين هذا معتز يا يابا؟ قال لي هذا معتز ابن ابو معتز الفلان الفلاني، هذا من كبار التجار بسوق جبرين وهو من اهالي هاي المنطقة. يقول قلت له ما شاء الله مبين عليه شاب كويس شاب زين. يقول هنا صار يتبسم وقال لي يعني ايش شاب زين مو؟ يقول اني هنا خجلت وقلت اكيد والدي خذاه على غير معنى هذا الكلام. وقمت وحطيت له هالغدا هالمحشي، وبالفعل ضرب هالمحشيات وحط راسه ونام. يعني بالعادة أوقات يجونه مثلا تجار أو أشخاص يتهرجون عنده ويتعللون ويتسولفون، يعني العصر بعد العصر المغرب يطلعون على هالديوانية عنا ويصيرون يتهرجون ويسولفون. ولكن الشيء الغريب العجيب اللي حصل الساعة 3:30 بالتحديد اندق علينا الباب. يقول أنا هين قلت خير اللهم اجعله خير، يعني مي بالعادة حدا يجينا بهذا الوقت، لأن بشكل عام الناس تعرف أنه هل يشتغل بسوق الغنم بده يجي يحط راسه وينام. يقول أنا رحت فتحت الباب وإذ أشوف هذا الشاب معتز اللي شفته عند والدي كان جايب السيارة. يقول هنا تبلكمت وبطلت أعرف شو أسولف وش أقول له. قلت له أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل. قال الله يسلمك الله يسلمك يا خيه، ولكن وين عمي وين عم ابو محمد اريد اتسولف معاه. قلت له والله عمك ابو محمد نايم تريد اقعد لك اياه؟ قال لي لا لا ما بداعي خلص عدي عليه ان شاء الله المساء. وبالفعل يا اخوان راح هنا وفتت لي جوا، واذ والدتي تقول لي مين اللي كان على الباب ومين جاينا بهذا الوقت. قلت لها والله يم هذا الشاب اللي قال عنه والدي، هو هذا الشاب اللي اسمه معتز بن أكبر التجار هنا بجبرين. قالت لي خير يا بنيتي وش يدور؟ قلت لها والله يا يمه ما أعرف يعني جاي تحرى جاي عنده سالفة الله أعلم يعني. وبالفعل هنا حول الساعة 5 5 ونص وقت كسرت هالشوبة شوي، وإذ يقعد والدي هنا أموره هيش جيدة ومصحصح، يعني مثل ما نقول لا إن كان سهريا لا إن كان سهران الليلة الماضية كلياتها. وهنا قعد وبعد ما حطيت له هالعشاء وتعشى وسويت له فنجان القهوة وقعد وقال لي حدا جاء علي يعني حدا بين. قلت له والله هذا يا يابا الشاب اللي تقول عنه اسمه معتز ابن أكبر التجار قولاتك اليوم جاك حول الساعة 3:30. قال لي معتز ايش جاي يسوي عندي يعني الساعة 3:30؟ قال لي خير اللهم اجعله خير. قلت له والله قال له بده يجي على المسنة وبده يتعلل عندك. قال لي ايه على بركة الله وان شاء الله خير. وبالفعل هنا بعد مرور يعني ساعة ساعة ونص وين كسرت الشمس شوي، يعني وصار بلش يحل الظلام، وقت تجي هالتاكسي وتصف قدام بيت هذا الرجال ابو محمد وينزل منها هذا الشاب معتز. وهنا فات لي جوا وقعد هو ووالدي بهالديوانية وصاروا يتسولفون. وهنا والدي صار يقول وين الشاي هاتولنا الشاي. يقول انا هين سويت الشاي ولكن قلت لوالدتي فوتي انت فوتي لي جوا انا استحى افوت لاني وهذا الشاب وكذا. يقول هنا صارت تبسم والدتي وقالت لي عفي عليك يا بنيتي، وهي تريدش يعني افضل خجولة لاني الحرمة حالاتها بانوثتها يا اخوان. وهين فاتت والدتي وفوت لهم هذا الشاي اللي جوا وطلعت طبعا يعني، وظل والدي وهذا الشاب معتز قاعدين واسمعهم يتسولفون. ووالدي شلون حكيله انه شلون اخوي عليه رحمة الله محمد انتسب ويا المجاهدين وشلون توفى وكذا.
وشلون هو انطاهم للمجاهدين من حلاله، يعني ما أخذ منهم فلوس، وشلون بعدها نزلنا باتجاه مدينة حلب وكذا ومن هالسوالف. يعني دقوا لهم هرجة ما يقارب يعني الثلث 4 ساعات وهم قاعدين ويتسولفون. والهنا بعد هالوقت هذا كله، وهنا طلع والدي وصرنا نحن نتهرج يعني ونتعلل كالعادة. وقلنا له شبيه هذا معتز يعني مكثرة جيات عليك هاليومين؟ قال والله ما أدري، ولكن أحس إنه بي عنده سالفة يعني، ولكن ما حكى لي إياها اليوم. تقول هنا يعني نمنا، وثاني يوم والدي كذلك الأمر راح باتجاه سوق الغنم، وأنا هين ظليت بالبيت أنا ووالدتي حول الساعة 11 تقريبا، 11 ونص الظهر. وإذ يندق علينا هالباب، ورحت هنا باتجاه الباب مشان أفكه. وبالفعل وقت فتحت الباب وإذ أشوف هذا الشاب معتز. وهنا تبلكمت يعني وانحرجت من هذا الموقف اللي انحطيت فيه أني، لأني هذا الشاب أكثر من مرة صار يجي وأحسه يناظر علي نظرات غريبة، وكل ما أشوفه أحس قلبي يصير يدق بدقات أسرع. وين قلت له تفضل أهلا وسهلا. قال لي هين عم أبو محمد. قلت له لا والله مو هين عمك أبو محمد، وإن شاء الله بس يجي أقول له إنه أنت عديت عليه. يقول هنا قال لي يا رقية أنا أريد أقول لك على سالفة، ويعني وأتمنى إنك تفهميني صح. قلت له خير يا أخويا تفضل قول، يعني لازمك شي؟ قال لي والله أني أحبك وأريدك وعشقتك من أول مرة شفتك بيها، وأريد أقول لك إذا توافقين على الزواج مني مشان أتقدم لوالدك وأخطبك على سنة الله ورسوله. يقول أنا هنا فوق مالي خجلان، ذبت أكثر وأكثر على هالكلام اللي يقوله. وهنا صار يريد يتغزل بيا. قلت له احترم حالك يا معتز، خلص ولا يريد بنات الناس يجون من البواب. وبالفعل هنا سكرت الباب وقلت له يلا بدي سكر الباب تمام، يقول سكرت بوجهي. والفعل سكرت هالباب وطلعت ورحت عند والدتي، وقالت لي مين اللي على الباب ومع مين كنت تسولفين وطولتي؟ قلت لها ها يا يمه، هذا معتز، هذا ربيع ابويا اللي ابن التاجر وكذا، يريد يشوف ابويا يعني. يقول قالت لي على الخير وما يعرفه يعني الحين هو بسوق الغنم، اذا بده اياه يروح له على السوق. وبالفعل هنا وقت اجا والد المسا قلت له ترى يا والدي اجاك شخص، هذا معتز صديقك ويريد يشوفك، يعني جاك حول الساعة 11 ونص. يقول قال له الساعة 11 ونص غريبة، يعني يعرفني أني بسوق الغنم مش جاي يدور هين. قلت له والله يا يابا ما أدري وما أعرف إيش بيه عنده من السوالف. وهنا رحنا بهالهرجة، وبعد شوي يعني هين بعد ما رد نام وقعد مثل ما نقول هاي نومته، يعني بده ينام بعد ما يجي من سوق الغنم إجباري. وهنا وقت قعد هالمسا سوينا له فنجان القهوة، وقت تجي هالسيارة سيارة معتز. وفات لي عند والدي وقعد وصاروا يتهرجون ويتسولفون بأمور الغنم والحلال والسوق، شي يقولون طالع شي يقولون نازل ومن هالسوالف. وإذ هنا معتز سمعت يقول لوالدي أنا جاي وأريد أطلب إيد بنتك رقية على سنة الله ورسوله. يقول أنا هنا انشلت حركتي خالص وبطلت أركز نهائيا، ورحت على الغرفة وقعدت وبطلت أعرف إيش بده يصير. وقلت لا هذا بالفعل جاي يعني ويدور خطبة مني. وهنا والدي إيش قال له؟ قال له أهلا وسهلا بيك ونتشرف بيك يا معتز، ولكن يعني لزوم إنه وقت تخطب يجي والدك عمامك أهلك يجون يخطبون معاك. قال لي يا عم أبو محمد أنا جاي واخطب منك الحين، وإذا وافقت على هذا الشيء وافقت البنت رغية بنتك الله يستر عليها، إذا وافقت في كمالة هرج وكمال السوالف أقول لك عليها، ولكن إذا ما وافقت يعني لا أسولف لك هالسوالف ولا أقول لك عليهن. يقول قال لي خير يا وليدي يعني شنو هاي السوالف؟ قلت له يا عمي أنت روح وشوف بنتك رقية ورد لها جوا بأسرع وقت مشان نعرف شلون تسولف. يقول بالفعل هنا قال لي عيفني يعني يومين ثلاثة أفكر. قلت له لا يا عمي أنت شوف بنتك رقية شو تقول لك وتعال قل لي. وبالفعل طلع هنا وإجاني والدي وصار يقول لي ايش رايك يا بنيتي بهذا الشاب، يعني متقدم لك للزواج، ترى وهذا معتز شاب كويس وشاب محترم وانا اعرفه زين. قلت له والله ما اعرف يا يابا يعني، والشور والكلام كله عندك وانت شو تقول انا اسوي.
قال لي لا يا بنيتي، يعني أني حصرتش بهالوقت الضيق على طلبه، وبي عندك مال السوالف ما عرفها شنو هي. تقول هنا أجاني والدي وصار يقول لي يا بنيتي يا رقية، ترى هذا الشاب معتز جاي يتقدم لش للزواج، وش تقولين بهذا الكلام، وانت موافقة على هذا الشي ولا لا؟ وقال لي يا بنيتي يعني صحيح حطيتش بهالموقف المحرج، يعني وقت قصير كثير ما يمداش تفكرين، ولكن أريدش تفكرين على مية مهلش، وأني أنصحش إنه هذا شاب كويس وشاب محترم وشاب خلوق معتز. أنا عارفه زين وصار لي معاه كم شهر، والله خوش شاب وما شفت مثله بكل هالشباب اللي حواليه. تقول هنا أنا خجلت وبطلت أعرف إيش بدي أسولف نهائيا، قلت له ببكت وقلت له خلص يا يابا، وشايفه أنت مناسب سويه. قال لي لا يا بنيتي، وأريد أسمع منك يعني لا إيه لا لا، مشان أعرف يعني وما يكون تقولين والدي باعني أو يعني غصبني على الزواج. أنت بنيتي الوحيدة وما عندي غيرك، وبدي إياك يعني أنت تختارين هالشخص اللي بدك تعيشين معاه تالي حياتك. يقول هنا أنا قلبت شوي هيك معتز براسي، وقلت والله مبين عليه يعني شاب خلوق وكويس وشخصية ما اشبه شي، يعني ما راح الاقي احسن منه. قلت له خلاص يابا، اللي انت شايفه مناسب انا ما عندي مانع، اذا انت ما عندك مانع. يقول هنا قال لي على بركة الله ان شاء الله، وقام وراح وقعد عند هذا معتز واسمعهم يعني ليهم قروضة وسوالف. وهين جا وادي وقال له يا معتز يعني البنية موافقة واحنا موافقين وما عنا اي اعتراض، ولكن انت قلت لي بي عندك سوالف النوب، إذا وافقنا شنو هاي السوالف؟ قال لي إحنا يا عمي يا أبو محمد متعارف علينا قبيلة جبور هنا بقرية جبرين أو بلدة جبرين، يعني ما ناخذ غير بنات عمنا أو بنات خالنا، يعني نظل بالدائرة نفسها. وأنا هيك مو بس بدي أكسر القواعد والعادات والتقاليد وآخذ غير من عشيرتنا، أنا بدي آخذ من غير دولة. ترى وإحنا وإنتم إن شاء الله أخوة بالإسلام، ولكن هيك العادات والتقاليد عنا إن الواحد ممنوع غير ياخذ لا بنت عمه أو بنت خاله، وإذا ما بي لا بنت عم ولا بنت خال يظل أعزب وما يتزوج، يعني هيك يكون ببالهم ويكون أريح. قال مشان يحافظون يعني على النسل وما يضيع نسلهم. يعني والله يا أخوان أتعجب من هيش أشخاص وشلون يفكرون بهاي الطريقة، يعني يضيع النسل إيش هم يعني حمام ولا الله يعز دجاج مشان ما يضيع النسل؟ يعني عادي كنا أخوة بالإسلام إن شاء الله، ومنين مده يتزوج الواحد خليه يتزوج. يقول هين قال لي يعني أصبح اللي أفهمه منك يا معتز إنه والدك مو رضيان على هذا الزواج وما راح يجي يخطب بنتي رقية. يقول هنا قال لي يا عمي يا أبو محمد، ترى والدي مو بس ما راح يجي، يعني احتمال بده يزعل على هذا الشي، ولكن أنت انطيتني كلمة وقلت لي إنه انطيناك. يقول هنا قلت له انطيناك ولكن انا ما انطيتك انه على هذا الاساس وكذا وهذا الشيء ما يصير. يقول هنا قعد وصار يقنعني، ويا عمي يا ابو محمد ترى انا حبيت بنتك الله يستر عليها وفاتت لقلبي، واني قال لي يعني لا تاكل هماني اجيب رجال من معارفي من هنا واخليهم يشهدون على هذا الزواج واسوي النوب عرس وخلى الناس تحضره، يعني لا تفكر انه بدي اتزوج بنتك بالسر، لا انا بدي اتزوجها على العلن، ولكن يعني مجتمعنا شوي يجوز ما راح يتقبل هذا الشيء. قلت له والله زي حضرون رجال يعني أنا ما عندي أي مانع، ولكن بدك تعيفنا يومين ثلاث نفكر بهذا الموضوع. قول بالفعل. قال لي بس يا عمي يا أبو محمد يعني أريد هالسالفة من شاربك أنه تنطيني وتزوجني من بنتك. قلت له إن شاء الله إن شاء الله يا معتز، وأنت رجال كويس وشاب محترم وخلوق، ولكن والله متعجب منك شلون بدك تسوي هيك يعني وتكسر عادات والتقاليد؟ قال لي والله يعني ومن الحب ما قتل. يقول هنا قمت أزوره وأقول له من الحب ما قتل، مو عم تسولفني على بنتي؟ المهم راح هنا وجي تاني على بنتي وزوجتي أم رقية أم محمد، وصرنا نتسولف بهذا الموضوع، وصرت أقول لهم إنه وضع الشاب هذا كذا كذا، وإنه هلو ما لهم دريانين وإذا درم يعني ما راح يكونون راضين على هذا الشي. والله ومالي عرفان إيش بدي أسوي بهذا الموضوع، وجاي ببالي يعني أرفضه وخلص. يقول هنا أشوف بنتي رغية يعني قامت تحسب وتتحرف حواليها، وقالت لي والله يا يابا يعني أتمنى إنك ما تفهم كلامي غلط،
ولكن بما انه هذا الشاب كويس وخلوق عم تقول عنه، يعني يزعلون شوية هلو، بعدين يرضون يعني وكأنه شي ما صار. يقول هنا يعني افتلت عقله هي وأمها الله يصلحها يعني. وقلت على بركة الله خلاص أنا ليش شفت معتز باكر أو بعد باكر أقول له أهلا وسهلا بيك وكنت شرف بيكم. وبالفعل أشوف هالابتسامة صارت على وجه بنتي يعني، وانبسطت من هذا الكلام. وهنا رحت ثاني يوم على سوق الغنم وأذا أشوف معتز يبرم حواليا ويا حي الله عم أبو محمد ويتفاتل. يقول وقت شفته يتفاتل حواليا قلت والله أنت خوش يعني شاب خوش رجال وانطيناك إذا الله انطاك. يقول هنا سحب هالمسدس من خصره وكان متجند بفرد وضرب له طلقتين ثلاث بسوق الغنم. يقول سوق الغنم هين كلياته احترف علينا ويقولون الصار بس ما حدا بلش مع الثاني. وهين دم الناس وقالهم خلص ما بشي وتوكلوا بالله. وين ضربت رصاصتين بالهوا أجرب المسدس. يقول هنا نظرت عليه وقلت ما شاء الله يعني زلمة زلمة لمن دايخ لمن مو ضال وراك زلمة انت الراس يا معتز. وهنا رحت باتجاه البيت وأذي يجينا المسا وما شاء الله جايب معاه ما يقارب يعني العشرة 15 زلمة، وجايب معاه الشيخ المأذون مشان يكتب الكتاب. يقول هنا قلت له ايوه يا معتز لسه لا اتفقنا على مهر لا اتفقنا على شيء. قال لي خلص يا عمي يا ابو محمد انا تقوله انت يصير بس خلينا نكتب الكتاب يعني وأمن عليها صارت على ذمتي. وبالفعل هنا قعدهم هرجال وكلهم يعني أغلبيتهم أعرفهم أني يشتغلون معانا بسوق الغنم. وهنا كتبنا الكتاب وشلينا هالحلو ما شاء الله يعني ومكثر الخيرات مع هذا معتز. وهنا راح معتز وقال لي إن شاء الله باكر بعد باكر تكون زفتي مباشرة وأنا راح أشتري غرفة نوم جاهزة وأنتم خذوا هاي كذا مبلغ ما يقارب يعني 50,000 ليرة سوري بهذاك الوقت بعام 2004 تحديدا، أو يعني آخر عام 2003 قبل ما تصير عام 2004. وبالفعل هنا خذت الحرمة زوجتي أم محمد يعني خذت الفلوس. وثاني يوم على أساس بدها تروح مشان تجيب بيها أغراض البنتي وراحت بالفعل ومشترية منها الذهب وراد العصر على البيت. تقول هنا بعد ما ردينا من السوق وجينا على البيت وإذا نشوف يعني والدي جاي النوب من سوق الغنم بكير اليوم والساعة حول الساعة 2 تقريبا 1:30 يعني بهالمحاري تقريبا كان جاي والدي على البيت. يقول هنا قعدنا وحطينا وصرنا نتغدى وجايبين معانا هالجبس الرقي مثل ما يسمونه بالعراق بالدولة العراقية وعم ناكل، ولكن ما حسينا ودرينا إلا تخبيط هالباب يتخبط علينا. وهنا طلعت وفكيت الباب وإذا أشوف هالرجال اللي أول مرة أشوفه. قال لي هين والدك هين والدك يا بنت. قلت له إيه هين والدي. وهنا طلع والدي أبو محمد على هالصوت وهالخبيط الصار يعني. وهنا واد أسمع يقول له أهلين أهلين أبو معتز شلونك شلون صحتك طمنا عنك. قال له لا أهلين ولا سهلين ولا يا أبو محمد وهاي ما ترجيتها منك أنت شلون يعني تنطي بنتك لابني ووصلتنا الأخبار توين وأنت ما يصير هذا الشيء اللي تسويه يعني إذا والده للعريس ما حضر أنت شلون بدك تزوجه. يقول هنا والدي يعني حسيته خجل وفتت لي جوا مشان ما أحرجه أكثر وأكثر. يقول ظل هو يتكلم ولكن أسمع سوالفهم وقل له والدي والله يعني ابنك جاني وشاب محترم وكويس وقال لي إنه هو رايح عرف يعني لقدام شلون يراضيك وكذا. يقول هنا قال له أنت يا أبو محمد أنت رجال كويس ورجال زين وهاي ما هقيت هالسالفة منك. أنت خيو أنا أقدر أروح على ابني وأفهمه وأقول له طلق هاي البنت لأني وصلتني الأخبار إنه امبارح بالليل كاتب الكتاب على بنتك رقية. قال له بنتك الله يستر عليها وإحنا ابننا منا مزوجينه الحين ولا إننا مفكرين نزوجه. يقول هنا قال لي بدي إياها منك إنك تخليه ليجي عندك اليوم أو باكر تقول له يطلق بنتك وإنه هالزواج ما راح يتم. يعني بدي إياها منك وما بدي أنا أروح وأصير أضرب ابني أو أحكي عليه وتطق السالفة هاي أكثر يعني وننفضح بعدين بين الناس. وهنا والدي قال له تكرم تكرم يا ابو معتز ولا تواخذني يعني على هالشي اللي صار معاي. وين فتت لي جو اني
وصرت تسولف مع أم محمد ومع بنت رقية، وأقول لهن ترى هيك السالفة. وهذا أبو معتز يعني والله أني يعني مش وجهي من وجهه، وقت خطبت بنتي لابنه وهو ما له دري ولا يعرف بهذا الشيء ولا جاء خطب. بعدين أنا خاف إنه يأثر على تجارتي هين، بما إنه من أكبر التجار بسوق جبرين وكذا، وخاف إنه من وراء هذا الزواج راح يصير لي وجع راس. يقول هنا قررت بالنهاية إنه أخلي يطلق بنتي وأقول له خلاص نحن بطلنا عن هذا الزواج. ولكن أشوف بنتي رغية يعني زعلت على هذا الشيء، وما لاقي لها صراحة، ولكن ما وجهت لي أي كلام ولا قالت لي أي شيء إنه أنا مثلا ما بدي ولا أو بدي أتزوج. ولا بنتي محشومة وما قالت هيش كلام، ولكن أجزت عليها إنه انخنقت شوي وما لاقي لها هذا الكلام. المهم المساء جانا النوب هذا معتز، وقت اجى لهين وفات لي جوا وقال لي ها يا عم ابو محمد جهزت أنا الغرفة جهزت البيت. وحاسه يعني يريد اعرف اذا ابو معتز يعني اجاني او لا، كاني جايته الاخبار. يقول قلت له اسمعني يا معتز، ترى اليوم يعني والدك جاني لهين وسولفني كلام منطقي، وانت زي والدك ما يدري بهذا الزواج ولا يعرف انا شلون بدي اخليك تتزوج وكذا، ومو ظابط هذا الشيء. واتمنى منك يا معتز يعني انك تطلق بنتي رغية. يقول هنا معتز صار يشط لي فوق ويقول لي انا ما اطلق بنتك، وانا بنتك احبها واريدها وكذا، ويا عم ابو محمد انت انطيتني كلمة وكلام رجال. وقعد وصار يتسولف معاي يعني، وقمت اشوف الدمعة براس عينه. يعني صراحة ما عرفت هالعشق منين جاء بهالنظرات اثنين ثلاث اللي شاف بنتي بيهن. ولكن هنا عرفته خلاص مطلمس مخه خالص وعشقان بنتي. وقلت والله زمان انطيه يعني خاف يصيبه حال. وبالفعل هنا قلت له اهلا وسهلا خلاص ولا تاكل هم، ولكن انت لفلف هذا الموضوع على السريع، يعني اذا تقدر اليوم تسوي الزفة سويها. قال لي والله اليوم يعني صعبة بالحيل وما عزمت حدا، ولكن ان شاء الله باشر المغرب تكون زفة بنتك. وبالفعل هنا راح هذا معتز، وثاني يوم اجن هالحريم كني هو باعثن يعني على بيت ابو محمد. اجن هالحريم وصار يدقن ويرقصن عدها ويغاونها ويسوي لها لفة الشعر عند الكوافيرة، ومنها السوالف وهالفستان الابيض، يعني مسوي عرس نظامي. يقول هنا أنا بطلت اروح على السوق، وقلت ما اشوف ابو معتز وانحرج منه اكثر واكثر. يقول هنا وقت صار هالمساء كان يجون هالزفافة بالفعل سيارتين ثلاث، وبين حريم يعني وبين هالولاد هل يعني طالعين على هالزفة، وزفة بنتي رقية على بيت زوجها. وهين طبعا اني اسمع يعني صوت الدق والرقص اللي مسوينه ببيت هذا الشاب، يعني اصدقائه وربعه وولد عمه مشاركين بهذا الفرح. صحيح اهلهم ما يريدون هذا الشيء ويعتبرون انه كسر العادات والتقاليد، ولكن ولد عمه يعني ما عافوه ودقم رقصا بعرسه. وعرفت هنا وقلت خلاص تزوجت والله يستر عليها بنتي. وهاي بما انه يعني حسيت انه هي تحبه وهو يحبها، خلاص الله يبارك لهم بهذا الزواج. وبالفعل هنا بعد ما تزوجهم وثاني يوم رحنا وشفناهم وباركنا لهم بهالصباحية، يعني صباحية العرسان. واحنا قاعدين عندهم ما شاء الله يعني يربعوا يجون ويباركوا له بهالعرس. وقلت يعني والله مبين بالفعل عليه يعني شاب كويس وخلوق، يعني هاي ربعه عم تجي وكذا ومن هالسوالف. يقول هنا مر أسبوع وهذا معتز ما شفته بالسوق نهائيا، ولكن بعد الأسبوع صرت أشوفه أوقات ينزل على السوق ويبيع ويشتري، وصار يشتغل لحاله يعني مثل ما نقول، وما يروح ولا يشتغل مع والده لين كان بي عنده شوية فلوس لحاله. وهذا معتز قول هنا مضى شغلة شهر واحنا نروح لعند بيت بنتي، وبنتي تجي لعنا اوقات هي ومعتز. والله وخوش هي شاب يعني معتز فهمان وراكز وما عنده الا السالفة الزينة. يقول قلت له يا معتز يعني انتم للحين ما رحتم لعند اهلك؟ قال لي لا والله يا عمي يا ابو محمد، والله واهلي يعني زعلانين كثير من هذا الموضوع، وانه شلون اني تزوجت بنتك رقية يعني وما حطيت لهم يعني مثل ما نقول احترام أو تقدير، وكسرت العادات والتقاليد. قلت له يا وليدي ما يصير ترى هذا الكلام، وغضب الوالد يعني والوالدة من غضب الرب. أنت لازم تروح لعندهم وتكسب رضاهم يعني وتاخذ منهم السموحة، بل إنهم يرضون عليك
مشان الله ييسر يعني أمورك وأحوالك وتصير أحسن. قال لي والله يا عمي يا أبو محمد والله كلامك درر وكلامك جواهر، وإن شاء الله الحين يعني ليه طلعنا من عندكم نروح لعندهم مباشر. وبالفعل شربوا كاسة شاي وتقدم يعني، وطلع هنا هذا الشاب معتز هو وزوجته رقية وراحوا باتجاه بيت أهله المعتز. ووقت وصلهم هناك وفاتهم لجوا على البيت، وإذ هنا يشوفونهم وقفهم على حيله أبو معتز وأخوته وكذا وأمه، ويا نعتك ويا صفتك ويا كلاب، وأنت ما حطيت لنا لا احترام ولا تقدير. وهنا معتز يقرب لعند والده ويريد يبوس إيده، ولكن والده يدفشه ويقول له ابعد عني، ما بدي إياك لا تبوس إيدي والله يغضب عليك وكذا ومن هالسوالف. وكذلك الأمر يعني رقية تقرب على مين؟ تقرب على عمتها أم معتز وتستسمح منها، ويا عمه ويا عمه وكذا، وإن شاء الله عجبكم يعني وكذا. وهي شو تقولها؟ تقولها أنت يا عراقية أنت خذيتي ابننا منا وكذا. وصارت يعني تسولف سوالف يعني ما لها بالدهر عازة. طبعا خواتنا هن العراقيات أهل الشرف وأهل الغيرة. وأتمنى يا أخوان اللي يستمعنا ووصل معانا لهالوقت ما ينسانا من زر اللايك أهم شي والاشتراك بالقناة. بارك الله بيكم. وهنا وقت ظلهم ما يغارب يعني النص ساعة وهم يحاولون يقربون عليهم، ولكن ما تقبلهم هاي الفكرة أبو معتز وأم معتز نهائيا. وهذ هنا معتز يناظر على زوجته رقية، وقال خلص يا رقية خلينا نروح الحين. وبالفعل طلعت رقية هي وزوجها يعني باتجاه بيتهم، وظلهم على هاي الحالة يجون يعني بشكل يومي مثل ما نقول على بيت أبو معتز مشان يستمحون من اتجاههم. وبالفعل بعد شهرين يعني طلعت هاي البنت حامل. بعد بزواجهم بشهرين اكتشفت انه هاي البنت رقية انه هي حامل، وين اجت لقت بيت عمامها واني حامل وكذا، واستسمحوا منا يعني وسامحونا ومن هالسوالف. المهم يا اخوان هنا قالوا يعني لا حول ولا قوة، ولكن مثل ما نقول يعني ما رضيهم عليهم بشكل تام. ولكن وقت يجي معتز وتجي رقية يعني لا يقلعونهم ولا يسولفون معاهم ولا يقولوا لهم شلونكم، خلاص يقعدون مثل التماثيل يعني قاعدين بنصهم يعني نسولفهم احتمال ما حدا يرد عليهم. وهنا بعد مرور يعني 3 أشهر أو 4 أشهر على زواج هاي البنت من مين؟ من هذا الشاب معتز. قرر معتز هو وعمه أبو محمد يطلعون باتجاه بادية حماة أو بادية حمص السورية مشان يشترون حلال من هناك. وكان مذكور لهم هناك إنه بالبادية في غنم كويسة يعني وزينة وسعرها شوي أرخص من حلب. يعني طلع هذا معتز هو وعمه بسيارة معتز، وقال نروح نحنا ونشتري هاي الشرية وإن شاء الله نتربح من وراها وتطلع عنا رزقة زينة. وتقول بالفعل هنا طلع زوجي معتز هو ووالدي ومشوا باتجاه مدينة حمص السورية وباتجاه البادية. ولكن بعد ما طلعم بغضون ساعة أو ساعتين مثل ما نقول، وإذا أشوف هالهاتف النوكيا هالقديمات هذن أمهات الزرار. وكان زوجي يعني مشتري لي هذا الهاتف مشان يظل بيناتنا تواصل، لأن هو على طول كان يطلع ويشتري من البوادي غنم، يعني يظل يطمن عني أو كذا وقت يطلع، وظل أنا وياه على اتصال. بقول ضحكت وإذ معتز عم يتصل علي، وقلت خير يعني اللهم اجعله خير، ولسه تو نطلع باتجاه يعني هالسفرة. وهنا وقت فتحت الخط أشوف هالرجال اللي يسولف معاي مو نفسه معتز. وين قلت له مين معاي؟ قال لي مو انتي زوجته المعتز؟ قلت له ايه اني زوجته، مين معاي؟ قال لي احنا من مشفى دار الشفاء بحلب، وهذا زوجك هو ومعاه شخص النوب مسوين حادث ترى، وهذا زوجك بحالة خطيرة وتعالوا لهين يعني لعنده. يقول هنا أنا بطلت أعرف شو أسوي، وين هاي مشفى دار الشفاء ما أعرف، لأن أني برات مدينة جبرين أو بلدة جبرين ما طلعت خالص باتجاه حلب. يقول هنا شلت الهاتف ورحت وين؟ رحت باتجاه بيت عم أبو معتز. وقت وصلتهم وشافوني فايت عليهم هدس مثل المهبولة، وقلت له يا عم ابو معتز الحق ترى ابنك معتز ووالدي كانوا رايحين باتجاه حمص ومسوين حادث. واللي اتصل علي تو شخص ويقول له هم مشفى دار الشفاء بالشعار،
يقول هنا وقت قلت له هيج، والدته المعتز صارت تصيح يعني وتلطم على وجهه وتقول له قوم يا ابو معتز وخذني لعند ابني خلنا نشوف ايش فيه. يقول هنا ركبهم بهالسيارة وانا هين صرت اقول لهم خذوني معاكم، ولكن هنا عمتي صارت تقول لي يا كلبة يا نعتش يا صفتش، ما يكفي انك ذبحتي ابننا وتدورين تروحين معانا. وهنا مشت سيارتهم وراحت، وانا هنا اريد اعرف والدي الصاير معاه وما خذوني معاهم. تقول هنا رديت على البيت وبحالة حالة يرثى لها يعني، وحالتي حالة، وقلت لوالدتي ووالدة النوب صارت تبكي وتقول لي بس ما والدش ابو محمد يصيبه شي واحنا ما لينا غيره بهاي الدنيا، واحنا ببلاد يعني غربة مثل ما نقول، وبلاد مي بلادنا. ولكن هين بعد ساعتين او 3 ساعات وقت يجي عم ابو معتز وجايب معاه الجثتين، جثة معتز وجثة والدي أبو محمد عليه رحمة الله. يقول هنا نزل عنا هالجثة وأشوفه يتزورني، وهنا صرنا نندب على حالنا ونبكي، وهو مشى بهالسيارة وماخذ معاه جثة ابنه معتز. يقول أنا هين ويلي إنه والدي مات، وويلي زوجي اللي حامل أنا منه صار لي 3 شهور، النوب توفى ومات. وهنا أنا قعدت وصارت مصيبتي مصيبتين، وهين فتنا وجنة هالجارات اللي بحرفنا، وفتنا ودمها رجال النوب وغسلم والدي عليه رحمة الله وراحم ودفنم معتز ودفنم والدي النوب بنفس التوقيت تقريبا، دفنوهم بالمقبرة. وهنا أني حالتي حالة وما عرفان على هالشي اللي عم يصير معاي وليش هيش رب العالمين يعني عم يخلي هالأمور تصير معاي. تقول لي هي مشت هالأحداث المدة يعني 5 شهور أو 6 شهور، يعني بعد ما ولدت بشغلة 15 يوم. وهنا فرحت إنه جاني ولد وسميت هذا الولد سميته موسى. وقول أنا هين قلت يعني يا رب العالمين عوضني إن شاء الله بهذا الطفل يعني، وإن شاء الله يعني راح يسندني بكبرتي. ولكن اللي راح يصير شي غريب عجيب يا أخوان، وأتمنى يعني ما تنسون الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو. فهنا بعد ما صار عمر ابني هذا 15 يوم وأذ يجي أبو معتز لا سلام ولا كلام، صف هالسيارة يشوفه وفات على البيت واخذ ابني يعني من السرير. وين انا جيت عليه وين ماخذ ابني، ولكن ما رد علي وحطه بهالسيارة ومشى. وما كان يبعد عنا يعني بيت عم ابو معتز مسافة 1 كيلو او يعني اكثر من 1 كيلو بشوي 1500 متر تقريبا. قول رحت ركض وراه وادوس بثوبي وشي اقوم وشي اقع على هالموقف اللي صار معاي. وقت لحقته وصلت البيت قلت له يا عم ابو معتز يعني وين خذيت ابني كذا؟ قال لي هذا ابن ابننا واحنا ما ننطيك اياه يا عراقية، لا تربينه عندك وكذا ومن هالسوالف. المهم ما خذيت منه لا حق ولا باطل، وين صرت اصيح، ولكن للأسف انه صار يمد ايده علي هذا ابو معتز ويضربني ويهيني بالكلام. وصرت كل ما اجي واطالب بابني يطلع علي لا هو يضربني أو ولاده يضربوني أو تطلع عمتي تصير تهني بالكلام. لدرجة بعد 10 أيام يعني بطلت أروح لعدهم خالص، لأن إذا بدي أروح أعرف يعني كل بلدة جبرين بدها تلتم علي وتتفرج شلون يضربوني أو يسولفون علي وكذا ويسبوني ويقولوا لي يا عراقية أنت جابش لهين ومن هالسوالف وأنت اللي لفيتي على ابننا. وطبعا ولا قصرة بخواتنا العراقيات نرد نكرر هن أهل الشرف وأهل الغيرة. المهم هين قلت أني رب العالمين إن شاء الله يعوضني بالأحسن لي قدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا والدي عافلنا وراه يعني ديورة كويسة من الفلوس، وعافلنا ورثة كويسة وكثيرة شوي نوعا ما مثل ما نقول. ولكن هين أنا صرت أروح أجيب الأغراض، وأنا اللي صرت أروح يعني أجيب كل شي يلزم البيت، لأن والدتي هين يعني صارت معاها جلطة من ورا هالمواقف هاي اللي تصير معاي. ولكن الحمد لله انه ما تأذت كثير الحمد لله يعني بهاي الجلطة اللي جتها. وهنا قالت لي يا بنيتي يعني احنا نسوان اثنين وانتي الحين تبلغين من العمر يعني ما يقارب 22 23 عام، لسه على الصبية وانتي جميلة، وخاف انه حدا يطمع بيج.
أنا أريد أزوجك. قلت لها يما شيلينا من هاي السالفة مشان الله، يعني أنا والدي توفى وزوجي توفى معتز النوب وابني خذوه من عندي ولسه تقولي لي اتزوج. قالت لي يا بنيتي نحن حريم وغريبات عن هذا الديار، انت تزوجي ولقيلك ابن الحلال مشان يستر عليك ويستر علينا يعني، ويصير عنا رجال بالبيت. وقالت لي يعني ان شاء الله نلاقي ابن الحلال اللي واتينا وخطبه لك يعني، او خلي يعني هو يخطبك. هي قلت لها على بركة الله يعني، وان شاء الله خير. هنا أنا رحت على سوق الغنم واشتريت لي أربع خمس روس من الغنم مشان يعني نظل نسوي منها حليب أو جبنة أو شغلة مشان للبيت. ولكن هنا أني صرت بعد ما اشتريت هالحلال ولقيت أنا قلت يعني ليش ما أشتري النوب 50 راس من الحلال وأصير أسوي من وراهن الجبن وأبيعه يعني ونعيش. ويقولون بمثل الما ينبعي خلص، يعني هاي الفلوس اللي عندي إيش قد بدها تظل. وبالفعل رحت واشتريت ما يقارب يعني 50 60 راس من الغنم، وصرت أسوي من وراهن الجبن، وصرت أوديه باتجاه مدينة حلب يعني البلد وبيعه عند شخص يقولوا له مازن. وهذا مازن يا أخوان يبلغ من العمر 25 عام، ومالكم بالطويلة بالنهاية اتزوجت من هذا مازن، وشان شاب محترم وشاب خلوق بالبداية هيك اللي شفته من اتجاهه. ولكن بعد ما تزوجنا اكتشفت انه عواطلي عن العمل واوقات ما يشتغل، ويوم يفتح المحل وعشرة ما يفتحوا نادرا يعني تا يشتغل او كذا. وصار هو هين ياخذ هذا الجبن ويروح يبيعه عند غير محلات. واكتشفت انه عنده شغلات مي زينة وعنده خدشات وروحات وجيات هين وهين وسوالف يعني ما ترضي رب العالمين. ولكن هنا انا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الشيء اللي عم يصير. طبعا للتنويه يا اخوان، ما تزوجت هاي البنت رقية الا بعد ما خلصت العدة مشان نتجنب النقد بالتعليقات يا اخوان. وتقول لي هي بعد ما تزوجته بسنة سنة ونص كنت جايبة توم بنات اللي هن كفاء وولاء. وصرت أني هنا أظل يعني مشتغل بهالحلال. وهنا زوجي هذا مازن يعني الله يصلحه كان عنده شغلات مي كويسة ويسحب هالفلوس شوي شوي يسحبها منه، لدرجة انه صار يبيع من هذا الحلال. وبالنهاية قلت له خلص انا عيفني وروح وين ما بدك. قال لي لا الشغلة مي بكيفك ولا عيفك. وظلينا على هاي الحالة يعني متناقرين ومتعاررين مثل ما نقول العام 2012 تحديدا، بداية الأحداث اللي صارت بمدينة حلب. وتقول زوجي الله يصلحه يعني راح وانتسب مع الفصائل المسلحة وصار يطلع مظاهرات وياهم. وهنا طلع هذا الجيش السوري وألقى القبض على كثير ومن ضمنهم هذا زوجي مازن الله يصلحه على هيك أفعال سواها. وبعد مضي السنة وبالتحديد بعام 2013 جتنا الأخبار أنه متوفي يعني بأحد السجون عند الجيش السوري. وللتنويه النوب يا أخوان، أني هاي الفترة كلياتها من عام 2004 من وقت تزوجت مازن إلى عام 2013 وأني قاعد بحلب بالبلد، يعني مالي قاعد ببلدة جبرين. يعني ابني اللي خذوه مني عمره شهر ونص للحين مالي شايف وجهه ولا أعرفه نهائيا. وهنا يعني صحيح الواحد ما ينسى ولكن صرت أتناسى هذا الموضوع. وهنا قررت بعام 2013 2014 أنا ووالدتي وقلت إنه هين صار اشتباكات وقصف وكذا، خلينا نطلع باتجاه دولة تركيا بما إنه الناس كلياتها عم تطلع لهناك، نحن النوب خلينا نطلع. وبالفعل ضبينا الرحال مثل ما نقول. وبهذاك الوقت كانت الطلعة على تركيا يعني أسهل من الوقت الحالي بعام 2024. وهنا طلعنا باتجاه الدولة التركية أنا ووالدتي وبناتي الاثنين كفاء وولاء. وهين بناتي يعني كبرا وصارن تقريبا عمارهن حول الثمان تسع سنين تقريبا. وهنا وقت قطعنا على تركيا ورحنا بالتحديد على منطقة اسطنبول أوروبا. وقت رحنا لهناك وقعدنا وما كان حدا يعني يعطينا فلوس مثل ما نقول. ورحت أني وصرت أشتغل بورشة خياطة وصرت آخذ معاي بنات الاثنين كفاء وولاء. صحيح إن صغار بالعمر ولكن
يعني الاقيني حي الله الشغلة معاي يشتغلن مشان يطلع لهن شوية فلوس. طبعا بنتي ولاء كنت عيفة عند حبابتها مشان تظل يعني مهتمة بيها بهالنهار، واخذ معاي بنتي كفاء اكثر شي تشتغل. وبالفعل قول ظليت على هالسحبة العام 2018 تقريبا 2019، وهنا توفت والدتي عليها رحمة الله وانطتكم عمرها. يقول هنا اني شقد حزنت على هذا الشي اللي حصل مع والدتي، وشلون يعني توفت. وصحيح يعني الأعمار بيد الله، ولكن أني هذا آخر شخص يعني مثل ما نقول من أهلي معاي هين بالدولة التركية. يقول هنا رحنا ودفناها، وجني جاراتي يعني من الدولة السورية والعراقية والدولة التركية. هالصديقات يعني اللي أعرفهن وتعرفت عليهن بهالسنين المضت بتركيا كلهن جنوا عزني بوفاة والدتي. تقول أني هي زاد يعني كبرت بالعمر شوي وبناتي لحقن تقريبا، وهنا صرت أخليهن هن يشتغلن وأنا أقعد بالبيت أجهز الأكل أجهز العشاء كذا. وين بنتي كفاء ولا هن صارن يشتغلن بورشة الخياطة، ولكن أنا عارف هذولا يعني صار لي سنين أشتغل عندهم، وناس محترمين جدا وخلوقين. يعني حتى وقت الصلاة يخلونه اللي بده يصلي يروح يصلي ويوقف الماكينة، وما يخلونه يشتغل إذا يصلي هو. وهنا قلت لهم يا بناتي انتن اشتغلن هنا وإن شاء الله يعني خير. وأنا هنا صرت أظل بالبيت أجهز لها العشاء وأروح وأجيب الخضرة وكذا ومهتم بأمور البيت. وقالت لي مشت الأيام والسنين والتحديد العام 2024 بتاريخ 24/3/2024، يعني من مضيت يا أخوان ما يقارب يعني الشهرين ونص من هاي القصة وهاي السالفة. قالت لي اجتني بنت كفاء وهي صارت تبلغ من العمر يعني ما يقارب 17 18 عام يعني بهالمحاري هذه. جتني وقالت لي يا أمي ترى بدي أقول لك على موضوع وأتمنى إنه ما تفهميني غلط. قلت لها خير يا بنيتي شوي عندش من السوالف. قالت لي يا يما ترى بي شاب يعني هيشة لمح لي إنه بده يجي ويخطبني ويطلب إيدي للزواج، وشو تقولين بهذا الكلام؟ يقول وقت قالت لي هيك صرت أصيح ويا بنتي يا نعتك يا صفتش تريدين ترزدينه تريدين تعشقين تريدين تحبين. يقول هنا بنتي قالت لي لا لا أنا ما أحبه ولا أريده أصلا هو نفسية وجغر وكذا، وأنا لا أحبه ولا أريده وخلص. أنا بدي أنا جاي على بالي أبطل من هذا المشغل كلياته. يقول هنا أنا اختبرت بنتي مشان أشوف شنو ردة فعلها، يعني بالفعل تريد تقول لي لا أنا أحبه وأريده وأعشقه وبدي أتزوجه، ولا تقول لي هذا الكلام. وهنا اكتشفت انه بنتي كويسة يعني وخلوقة وما عندها سوالف غادي جاي. وقلت لها مين هذا الشاب؟ قالت لي هذا الشاب يعني يشتغل معانا جديد، والله مبين عليه شاب خلوق وكويس ولي يتقدم لي للزواج، هو من الدولة السورية. قلت لها عادي يا بنتي وخلي يبين علينا يعني ومي مشكلة. وبالفعل تقول لي ثاني يوم وبتاريخ يعني بالتحديد 25/3/2024 اجاني هذا الشاب هو ووالدته ووالده على اساس وقعدهم عنا بهالبيت. ولكن انا هين اناظر على هذول هالجالسين والده ووالدته، وقلت لهم على ما اعتقد انتم شايفكم اذا مو انت ابو معتز وانت ابو معتز انا ما اعرف شي. يقول قالوا لي انت رقية ام محمد؟ قلت لهم انا رقية. وقفت هنا حيلي يعني واريد اكلهم بسنوني وشلون هم بعد هالسنين هاي كلياتها جايين بعد ما حرموني ابني يعني جايين يقعدون ببيتي. وقلت لهم ايش جابكم علي انتم وش جايين تسوون هنا؟ قلت لهم بعدين انتم يعني ايش عرفكم علي وش جابكم لهين؟ قالوا احنا جايين خطب. قلت لهم جايين تخطبون لمين؟ قالوا لي جايين خطب الموسى. قلت لهم وين موسى؟ قالوا لي هذا موسى. يقول هنا وقت قالوا لي هذا موسى ونظرت عليه ما شاء الله على هالشاب الطويل أشقر عيونه خضر ما شاء الله على هي جمال. قلت لهم هذا ابن موسى؟ قالوا لي ايه هذا ابنش موسى، وانتي على اساس جايين خطب ولكن ما اعرف انه جايين خطب بناتش انتي ليش انتي تزوجتي؟ قلت لهم ايه والله تزوجت انا وهذا من بناتي كفاء ولا. كنت زتيت حالي على موسى وصرت ألفلف فيه وحبحب بيه. يقول هنا شبه يعني اللي نظر على جدته وحبابته ويقول لهم مين هاي؟ قالوا له هاي والدتك العراقية اللي قلنا لك عنها. يقول هنا زت حاله علي النوب ولفني
قلت لهم انتم ايش جابكم لهين وشنو هالصدفة الغريبة العجيبة، وانتم بعدين جايين تخطبون بناتي، يعني عم تخطبون موسى الوحدة من بناتي، يعني تخطبوا له أخته من أمه. يعني الحمد لله إنه ما صار هذا الزواج يعني ولا تم، عشان صارت يعني مصيبة وكارثة. وهنا قعدت أم معتز وصارت تعذر مني هي ومعتز ولا تواخذينا، ترى كله من خطات صار بينا اللي ما صار. قلت لهم خير صار معاكم؟ قالوا لي والله احنا بداية الأحداث ما طلعنا من سوريا ولا طلعنا من حلب، ونزلت علينا غزيفة على البيت وما طلع منا حي غير أني وأم معتز وهذا ابنك موسى. طلعنا وبعدها قررنا انه نجي لهين باتجاه الدولة التركية، ترى وخسرنا كل حلالنا بسوريا كله النهب وخذته يعني الناس، وما قدرنا نقضب من حلالنا ولا شيء، أدوب هالكم ورقة اللي عنا طلعنا بيها على تركيا وجينا لهين. يقول هنا أني يعني قلت لهم حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الشيء، وهنا ناظر على ابني ولف بيه وحبحب بيه هو حبحب بيه هويج، وأنا شمه وأقول له يا وليدي وانت يعني صار لي 18 19 سنة مالي شايفك، وشلون بعد هالسنين هاي كلها شفتك؟ وهنا يقول لي يا يما خلص أنا ما عايفك ولا كذا ولا أبعد عنك ولا حبة. وبالفعل هنا قعدنا يعني وصرنا نتسولف بأمور هالحياة، وقمت أنا أسولف لهم شلون تزوجت وبعدها وشلون جني هذن البنات اثنين يعني من زوجي مازن، وشلون بعدها راح وصار مع الجماعات المسلحة وكذا ومن هالسوالف. المهم يا اخوان مالكم بالطويلة، قعد هين عندي ابني موسى وابو معتز وام معتز، قعدنا كلياتنا بهالبيت واحد يعني قاعدين كلياتنا العيلة. وهين صرت ادور له لابن الموسى على بنت الحلال، وبالفعل لقيت له بنت الحلال عراقية النوب، قصادا يعني انا ردت ازوجه من البنات العراقيات مشان بدي اشوف ابو معتز وام معتز شو يقولون. وقالوا لي والله والنعم منشن انتن عراقيات، والله انتن يعني حريصات على حالشن ورعاة مروة ونخوة وكذا، والله اشهد بالله انشن بالفعل الماجدات. وهنا زوجت ابني موسى وقعد معاي بهالبيت، وهنا اني بطل ينقصني من هالحياة شي نهائيا، والحمد لله يعني هالفراغ رجع انسد مثل ما نقول بحياتي اللي كنت فاقده كل هالسنين المضت كلياتها فراق ابني موسى. وهاي نهاية قصتنا لليوم يا أخوان. وطبعا اللي روالي هاي القصة أختنا رقية من الدولة العراقية ساكنة معاي هين بالدولة التركية، وشرفت لي هاي السالفة من شغلة 10 أيام. وأتمنى ما تنسوها من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. بارك الله بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.